السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا قلت امبارح برضه يا جماعة، لسه مفيش رد. تمام، انا قلت امبارح في الفيديو الاخير اللي انا نزلته، قلت يا جماعة لسه مفيش رد. تمام. في ناس بعتت تقول عايز رقم التليفون، وكلموني وقالوا لي ان في ناس اترد عليها. الناس مثلا اللي اترد عليها ان هم مثلا محتاجين ورق، محتاجين حاجة، محتاجين اي شيء. انما طبعا الناس ما بتستفهمش كويس اترد عليها في ايه. يعني في ناس تقول لك ايه، احنا سمعنا ان في ناس ترد علينا، ترد عليها. تمام. الناس اللي ترد عليها اكيد علشان محتاجين ورق او ناقص عليهم اي حاجه. انما حد يقول لك انا جالي نلا اسطى بتاعت شهر 3، لسه جماعه ما فيش حاجه ظهرت خالص. وثقوا في كلامي، مش هيظهر حاجة إلا بعد ما يعدي ال60 يوم. لأن كده هيردوا زي المرة اللي فاتت اللي هي بتاعت شهر 12، هيبقى نفس النظام. هيعدوا 60 يوم وأوتوماتيك هيترد علينا بالنلا قسطة الناس اللي دخلت في الكوتا وكان لها نصيب. وزي ما قلت امبارح برضه يا جماعه، اتكلمت على نقطه تانية. طب هل الناس اللي دخلت الكوتا والناس اللي ما دخلتش، هل كده الامور تمام؟ لا، كان رد البرفاتور علينا ان لسه في فرصه، بس طبعا على حسب العدد اللي قدامك. يعني انا مثلا واحد من الناس المره دي تمام قدمنا متاخر شويه، فكلمنا طبعا البرفاتوره وقلنا لهم الوضع الاوراق ايه، هل كده نفقد الامل ولا لا لان قدمنا متاخر. فكان ردهم قال لي انت كان قدامك 60 واحد، 600 واحد معلش، كان قدامك 600 واحد والوقت قدامك 250. طيب ايه، قال لي لازم تستنى شوية لحد ما نبعت للناس النولا قسطة. ممكن يكون لك حظ انك تاخد نولا قسطة او لا. يعني إيه، لسه الموضوع ما فقدناش الامل من ناحيته. فده معناه الناس اللي مكتوب لها انت كوتا نون ديسبونيبلي، كوتا نون ديسبونيبلي معناها ان انت لسه مش اكيد ان انت اترفضت. لسه فيه الامل في ربنا سبحانه وتعالى كبير، واحتمال تخش كوتا. لان هي بتتحسب ازاي؟ هي بتتحسب ان مثلا الناس اللي قبلك اوراقهم فيها مشكلة، الناس اللي قبلك ناقصهم حاجة، ناقصهم ما بيدفعوش ضرايب، بعتوا كده وخلاص، حطوا ورق ابيض في الطلب. تمام، ما حطوش ورق السكن، ما حطوش. فهم بيشوفوا مين بقى اللي اوراقه سليمة ومين اللي اوراقه مش سليمة، وبعد كده بيبعتوا لهم النولا وسطى. تمام. فالناس تصبر، وفات الكتير ما عادش الا القليل. احنا كده يعني ايه بنلعب زي ما بيقولوا في الوقت الضايع، اللي هو النهارده الخميس. تمام، النهارده الخميس اهو، ما عادش الا الجمعه. السبت ان شاء الله نبدا ننتظر بس انا على حد علمي ان هو الحد الاكيد هيرد ان شاء الله باذن الله. هو يعني المفروض ان هو السبت، بس هو على حد علمي ان شاء الله يبدأ الرد اكتر الناس الحد باذن الله. يبقى فيه ردود كتير جدا جدا جدا، احتمال يكون الصبح واحتمال يكون بالليل، لان هما بيردوا في وقتين، يا اما الصبح يا اما بالليل، على حسب التقديمات اللي حصلت، لانها بتتحسب بالدقيقة. هما بيحسبوها بالدقيقة من يوم ما انت قدمت، اللي هما 60 يوم. وقت ما بيكملوا ال60 يوم، اللي هم بيحسبوا ان اليوم 24 ساعة. تمام. وقت ما بيتم ال60 يوم بالظبط، بيبدأوا يردوا عليك اوتوماتيك. يا اما لا طبعا مش هيرد عليك بالنيلة قسطى، يا اما بيرد عليك بالنيلة قسطى. تمام. علشان بس الناس اللي هي كلمتني من امبارح للنهارده عدد كبير جدا، عدد كبير جدا، والناس اترد عليها، والناس
مفيش حد يا جماعة لسه اترد عليه بالنقطة وسطى. ولو حد اترد عليه بالنقطة وسطى يطلع ويقول لي انا اترد عليا بالنقطة وسطى في قانون شهر 3 ان شاء الله باذن الله. هيكون في اخبار جميله ان شاء الله باذن الله. وبكره باذن الله احنا الله عز وجل بتوقيت مصر الساعه 10 هيكون في بث مباشر باذن الله على الفيسبوك. اي حد عنده اي سؤال اي شيء اي حاجه ان شاء الله نجاوب عليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بكره ان شاء الله. يلا، السلام عليكم.